تصرف غير سليم من الكابتن بدر المطوع، كان المفروض انه هو يلعب الكره. وهنا محاولة وكرة تنحط في الجول. خالد خلف يأتي ويسجل الهدف الأول في المباراة لمصلحة المنتخب الكويتي. نعم، أتت محاولات متواصلة من جانب المنتخب الكويتي، أخيرا خالد خلف يترجم واحدة من هذه المحاولات إلى هدف أول في المباراة لمصلحة المنتخب الكويتي. وبدك لاحظ مرة أخرى كرة اللعب ورأسيا حطت صح في زاوية بعيدة على يمين حارس المرمى محمد قاصد، بعيدة مرت أيضا قوية، وبالتالي يأتي الهدف الكويتي الأول بواسطة خالد خلف. تغطية سيئة من الدفاع العراقي اللي ترك اللاعب خالد خلف بدون مراقبة، وكانت الرفعة جميلة جدا من الجهة اليمنى الكويتية، كرة ملعوبة لافة سريعة، ما